السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا صل ونبينا على وشفيعنا يوم محمد. الدين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. النهارده الجمعه، تاني جمعه في رمضان، تنعاد عليكم وعلينا الايام بالخير. جمعه مباركه عليكم وعلى امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. انا بستبشر بيوم الجمعه لانه اكتر الانتاج اللي بيخرج عندي بيخرج يوم جمعه. هو بيبقى ليله الجمعه وانا بعرضه يوم الجمعه، فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، وتجعل ايامنا كلها خير وبركه يا رب ان شاء الله، ورضا من الرحمن علينا وعلى امه محمد اجمعين، اللهم امين يا رب. النهارده يا ريت قبل ما نفتح بس الفقاسه كده الكل يسمي بالله ويصلي على الرسول ويقول زيد النبي صلاه ويزيدنا بركه وخير ورزق يا رب، اللهم امين عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده انا كنت جايبه معاكم 10 بيضات حجازي، فطلع معانا العشرة، طلع 9 مخصبين وواحده فاضيه فرزه، هي اللي طلعت معانا فرزه. كتكوت البزراميطه دي كانت بيضه كانت عندي وانا حطيتها في وسطهم. التسع بيضات خرجوا معانا التسعه، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ادي 3 6 9 9 كتاكيت معانا. الاربع بطات دول ده بط خليط، ده بط مولر، تهجين ما بين البيور والبط المسكوفي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل مكان. ده الحجازي اللي طلع عندي. المنقار مفيش منقار تماما، لون العين بيضه هي زي لون عين الهندي، بس انا والله ما اعرف في الحجازي لان انا اول مره اجيبه وانا جايباه من الناس، فانا ما اعرفش هل هو فعلا ده الحجازي الاصلي ولا ايه بالظبط. فاحنا هنربيه مع بعض وهنشوف الدنيا فيها ايه. فربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان خير الدنيا والاخره. مش ده بس الانتاج اللي خارج معانا، في انتاج معانا الناس تانية، فربنا يبارك لهم يا رب. برضو انتاج حجازي وبزراميط ما بين الساسو والهندي وما بين الجميزه والهندي. فاحنا هنشيل الكتاكيت بتاعتنا الاول كده، نطلعها مع الكتاكيت البراهمه والسمان، وبعدين نرجع نحط الفراخ التانية ننزلها في الدرج عشان كل شويه عماله تقع من على الرف وايه، وانا مش عايزه الخبطات اللي هي بتاخدها كل شويه دي. فربنا يبارك يا رب. ادي 2 5 6 7 دول كده 10 كتاكيت بتوعنا، البزراميط كتكوت والحجازي التسعه بتوعنا. فربنا يبارك يا رب. اللي مزعلني بقى اكتر ان الفراخ البراهمه منهم كتكوت اتعلق في الطبق بتاع العلف، اثرت على رجله. يعني دخلت لقيت رجله مفسوخه ما بين الطبق وما بين السلاكه. اوريه لكم وراح فين مش عارفه، اهو هناك اهوت اهو يا حبايبي ماشي. بيعرف برجله اهو، شايفين دايس على رجله عاملها ازاي اهو. فزعلت جدا جدا علشانه، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اللي هو البني ده اهو اللي واقف بين الفرخين دول، هو اللي في النص ده رجله قصرت لان رجله اتفسخت على الطبق. كانت رجلي في قلب الطبق هنا ورجلي في قلب السلاكه، فانا دخلت لقيته مفسوخ مش عارف يطلع. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هننزل دول وياهم بقى الحبايب الحلوين دول، بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. ربنا يبارك فيهم يا رب ويا رب يا رب يا رب يطلعوا حجازي يا رب، اللهم امين يا رب. لان فعلا نفسي اربيه وامنع الهندي ده تماما من عندي، لان مهما يكون الحجازي اعلى في المستوى وحاجه تانية خالص. هم شكلهم بيدل ان هم يبقوا حجاز ان شاء الله. فربنا يبارك لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب خير الدنيا والاخره. ربنا يبارك لي الجميع يا رب، اللهم امين. ان شاء الله هحاول اقول له على بيض تاني، حتى هم لو طلعوا هندي فهم هتبقى سلاله كويسه. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله. بس يا رب يرضى، لان هو ادالي دول بمعجزه، كانش راضي، ادالي دول بمعجزه. فقال لي لا انا لسه جايبهم جديد ولسه اول شغلهم عندي، فانا هعطيلك دول يعني عشان ما تزعليش وكده، عشان بيجيب عنده بيض. فهطلب منه كمان 10، لو وافق يبقى هو عمل فيا جميله كبيره جدا جدا. فان شاء الله ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، اللهم امين، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. هنزل الكتاكيت بتاعته بقى في السبت تحت عشان بس ما يقعوش من عرف. انا كنت فصلت البيض عن بعضه لان البيض بتاعي كان محطوط مع البيض بتاعه، فانا فصلت البيض عن بعضه عشان بس ايه الفراخ ما تتوهش ببعضها، عشان هو عنده بزراميط وانا مش عايزه الفراخ تتوه في بعضها. فربنا ييسر يا رب. هنعد الكتاكيت كده مع بعض نشوف طلع له كام كتكوت، وكان جايب لي 24 بيضه. ادي 2 4 بسم الله الرحمن الرحيم 7 8 نشيل القشور ويانا كده واحنا بنطلع 8 9 في بيضه هي ماتت على النقر وهي بتنقر كده قامت ميته، فمالوش نصيب فيها. 8 11
14. هنشوف اللي ما طلعش معانا ايه وهنعرف هو طلع له كام كتكوت. ممكن تكون حاجه واقعه في الفقاسه من تحت. دول ادي 3 6 8 بيضات. 8 من 24 يعني هو كده ليه 16 كتكوت. ليه معانا 16 كتكوت لان انا ناقص لي كتكوت وبدور عليه وبقول ممكن يكون هو طالع له زياده. فهنشوف لو طلعوا 17 يبقى انا ليا فيهم كتكوت. دول ادي 3 6 8 بيضات اهمت. هننزلهم برده في السبت تحت عشان لما يجي ياخد الكتاكيت نديله البيض بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعماله انا من ساعتها بعد في الكتاكيت واقول يا ترى يا هل ترى الكتكوت بتاعي ده راح فين، فمش عارفه. شوف بس يكون حاجه متعلقه على الرف. بسم الله. هنشد الرف اللي تحته ممكن يكون حاجه نزلت عليه. في كتكوت اهوت كده 15. المفروض كده لسه كتكوتين. الكتاكيت ده راحت فين بقى، ولا انا عدى غلط ولا ايه الدنيا؟ هنشوف الوقت مع بعض. في كتاكيت بتصرخ في الفقاسه لسه. انتوا فين يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كون انا غلطانه في العدد اهو. ادي 1 ده كده لسه في كتكوت. انت فين يا عم الحاج؟ هنعد تاني ممكن يكون انا اللي غلطانه في العدد. ادي 2 4 6 8 10 12 14 مظبوط. هنا 17 يعني دول ليا فيهم كتكوت. فانا ما عدتش عارفه هو انهي كتكوت فيهم هو المفروض حجازي. فانا ما عدتش عارفه هو اي كتكوت فيهم لان هم فعلا كلهم شكل بعض. فلما هو يجي يفرزهم ويطلع لي هو كتكوت من نفسه بقى اللي نفسه تسمح بيه، لان انا فعلا ما اعرفش هو هيبقى انهو فيهم. والله المستعان. ربنا يبارك يا رب ويحمي، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد ان شاء الله. والبط بتاع جماعه تانيين فربنا يستر. ممكن اطلع اي كتكوت اخده بس لا، هو هيجي يفرزهم ويطلع الكتكوت بتاعي من وسطهم عشان بس ايه ما اعرفش ان انا اظلم حد او اظلم نفسي. هو يجي يطلع لي اي كتكوت منهم بقى، طلع بزراميط طلع هندي طلع فارسي زي ما يطلع اللي نفسه تسمح بيه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دي كان الخير بتاعنا النهارده وده الانتاج اللي خرج معانا. ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. كان جاي لي كميه بيض كبيره امبارح دخلتها الفقاسه ولسه في بيض جاي لي تاني النهارده. فانا بحاول اشتغل بقى يعني ايه الناس اللي تعز عليا وضامنه انها مش هتغلط فيا او ان انا اتنرفز عليها، فانا باخد منهم عادي مفيش اي مشكله. انما الناس الغلاطه اللي بتعمل مشاكل فانا منعت تماما ان هم يدخلوا بيتي او يجيبوا لي اي بيض تماما. فربنا يبارك يا رب. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله وتنعاد عليكم وعلينا الايام بخير ويبقى شهر كريم فضيل علينا وعلى الامه الاسلاميه يا رب اللهم امين. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.